يا خوتي في الجزائر، تعالوا شوفوا واسمعوا تأثير شرب لبن الحمير على عقول المغاربة. بس اعملوا مشاركة للفيديو ده ودعموني بلايك، لاني بتعرض في اليوم الواحد لاكتر من 100,000 بلاغ مغربي علشان يقفلوا الصفحة. قلت لك تصريح قبل معي أيضا، قلت أن من سينقذ الجزائر هي المغرب. الآن أنا كنقول لك مازال كنعاود نقولها، لو أن الجزائر مثلا جات إلى مفاوضات قبلات الشروط، شروط عادية، ما تبقاش مخيمات، يتحل المشكل في هذه المسائل هذه، المنقذ هو المغرب. المغرب هو اللي كيعرف الجزائر جيدا، والمغرب هو القادر على بناء الجزائر. مجانين الله يلا. لو ان القاده هذو اللي كيحكموا كان عندهم شويه ديال العقل كرو مزيان، قد يتفتح الحدود مثلا واحد الوقت. اما الان انا كتبان لي هذه المساله غتخلق المشاكل كبيره جدا، العلاقات مقطوعه. أنت ضد والان ما ضد فتح الحدود حاليا؟ الجزائر الان عندها الوضع صعب، لا فتحت الحدود كل شيء يتكب عندك. انت شفتي التجربه ديال كاس افريقيا، لو كانوا كيفكروا انذاك، لو فتحوا الحدود كان ممكن انهم واحد 50% ديال المشاكل ما غتبقاش عندهم، لان اللي في المجموعه كلهم غادي يتكبوا للمغرب. ثم المغرب الان رائد في واحد المساله، هو اللي يقدر يبني الجزائر، هو اللي يقدر يبني، ما غتبنيها لا فرنسا ولا الصين ولا غيرها. المغرب هو اللي يقدر يبني، لان المغرب هو الاكثر فهم رغم هذا الصراع، هو الاكثر فهم العقليه الجزائريه. طيب. والله دي احسن نكته زي ما بنقول عندنا في مصر سمعتها النهارده. احسن نكته بيقول لك ايه بقى؟ المغرب هي الوحيده القادره على بناء الجزائر. لا تعليق، انا ما عنديش تعليق، اعذروني.